السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية مختلفة. تحية عملاقة للمهندس إسلام أحمد على أهم تغريدة قرأتها اليوم، وهي أكثرها موضوعية. كتب بأعلى أساليب الأدب والاحترام: مساء الخير يا صديقي العزيز. معلومة اليوم: هل تعلم أن أهم منصب رياضي في مصر حاليا هو وزير النقل؟ أسقف لك يا إسلام، ما شاء الله للمهندس إسلام. الاحتجاج على حكام كرة القدم لمباريات الزمالك خرج من مصر وراح كمان لدوري أبطال أفريقيا. وبعد الاحتجاج الصارخ الباكي الشاكي من نادي سموحة من هزيمته الظالمة على ايد الحكم الفاجر ابراهيم نور الدين امام الزمالك، الترجي مش عايز يشوف نفس المصير. الترجي التونسي في هدوء شديد، وقبل ايام من الكارثة طلب رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تغيير حكام مبارياته مع الزمالك المقرر إقامتها في تونس 25 فبراير، بعد ما الاتحاد الأفريقي أعلن رسميا عن تعيين الحكم الدولي المغربي رضوان جيد حكم لمباراة الترجي والزمالك. أزمة كبيرة وبدري قوي قوي قوي. الزمالك فرحان برضوان جيد، لكن الترجي مش عايزه. الترجي لا ينسى أبدا الظلم البشع اللي تعرض ليه على ايد رضوان جيد في القاهرة في ذهاب دور الثمانية لدوري ابطال افريقيا 2020 في مباراته ضد الزمالك. الترجي تقدم في القاهرة 1-0 على الزمالك، وكان فاضل اقل من 20 دقيقة على نهاية المباراة لما الحكم رضوان جيد تغاضى عن فاول واضح جدا ضد أشرف بن شرقي أسفر عن هدف للزمالك. لاعبو الترجي احتجوا عليه بشدة بعد هذا الهدف، فطرد أحد لاعبي الترجي، وبعد كده راح محتسب ركلة جزاء كمان على الترجي وخلى الزمالك يكسب 3-1. وبعد كده راح كاتب في تقريره اتهام للستة من لاعبي ومدربي فريق الترجي، والستة توقفوا، والترجي لعب من غير مدرب ولعب من غير 4 من أهم لاعبيه في مباراة الإياب وخرج من البطولة. الترجي لا يريد رضوان جيد لمباراته مع الزمالك. تفتكروا الترجي ممكن يقبل بإبراهيم نور الدين حكم لمباراة الزمالك؟ يقبل، لأن إبراهيم نور الدين حبيب الاثنين، حبيب الترجي وحبيب الزمالك، وبيكسب ده وبيكسب ده. إنما الزمالك بيختار حكامه. في إفريقيا رفض الحكم باسيفيك البوروندي في مباراة بلوزداد فخسر من غير باسيفيك. كان باسيفيك هو اللي أدار السنة اللي فاتت مباراة الوداد والزمالك في القاهرة، اللي الوداد كسب 1-0 في القاهرة. بيختار حكامه بره وجوه. بالمناسبة، اللي هيدير مباراة المريخ والزمالك يوم الجمعة اللي جاية في ليبيا حكم من غانا دانييل لاريا، بينما كلكم عارفين اللي هيدير مباراة الأهلي في السودان مع الهلال الحكم الموريتاني داهاني بيدا، وده أول مرة يحكم ماتش للنادي الأهلي. إنما المزعج مين اللي هيحكم للأهلي ماتشه يوم 25 فبراير مع صن داونز الجنوب أفريقي في القاهرة؟ الأثيوبي بابلاك تسيما. طب مين آخر حكم أدار مباراة لصن داونز مع الأهلي في أفريقيا اللي هي السنة اللي فاتت في بريتوريا؟ باملاك تسيما. هو ما فيش في القارة السوداء دي حكم لمباراة صن داونز والأهلي إلا باملاك تسيما. مش باملاك تسيما ده اللي مخسرنا نهائي أفريقيا مرتين، مرة مع الوداد في القاهرة ومرة مع الترجي في تونس، ومخسرنا ماتش صن داونز الاخير في بريتوريا وما حسب لناش يوميها بينالتي غير الفاولات البشعه اللي كان بيتغاضى عنها. سبحان الله. هاني ابو ريده وعصام عبد الفتاح بيعملوا في لجنه الحكام الافريقيه كل شيء حقير عشان يمنعوا الاهلي من الانتصارات. عشان كده لما احمد شوبير امبارح قال ان هاني ابو ريده
نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هو اللي هيتفاوض مع إدارة الأهلي لإقناع الأهلي بالمشاركة في البطولة العربية للأندية اللي زادت جوائزها ل10 مليون دولار. تأكدت إن الاختيار السيء هيضرب البطولة في مقتل، وتأكدت إن الأهلي بنسبة 90% هيعتذر عن البطولة دي بعد ما بعتوله التعبان اللي بيقرص الأهلي وبيأذي الأهلي. أبو ريدة بيظلم الأهلي ويأذي الأهلي ويشوه الأهلي من 20 سنة، وجريمته الكبيرة في مذبحة الأهلي في بورسعيد عمرنا ما هننساها، لما خلى الاتحاد المصري يتغاضى عن عقوبات النادي المصري وما يروحش للفيفا علشان يدافع عن موقفه. رسميا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ياسر ابراهيم قلب دفاع النادي الاهلي مكمل مع الفريق لسنة 2026. اتفق خلاص مع امير توفيق مدير التعاقدات على مد عقده لمدة 3 مواسم اخرى، ان شاء الله يكونوا بالخير والفائدة. الراتب او العقد غير معلن، ومفيش عقد للنادي الاهلي مع لاعب من ولاده هيعلن. الإدارة تعتمد القرار وبعدها يتصور أمير مع ياسر بالفانيلا الحمراء اللي مكتوب عليها 2026. من الحاجات اللي مش لطيفة أبدا التصريحات اللي قالها نائب رئيس نادي الهلال قبل مباراة الأهلي. بيقول الاتحاد الأفريقي ظلمنا عشان حرمنا من جمهورنا في مباراة الأهلي، والاتحاد الأفريقي بيحاول يصالح الأهلي بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا اللي اتظلم فيه الأهلي السنة اللي فاتت في الوداد. عايز أقول لنائب رئيس النادي الهلال، ما جهزتوش ملعبكم ليه؟ الاتحاد الأفريقي بعت لكم قائمة بالشروط، ما ذاكرتش وعايز تنجح في الامتحان، سقطت في الامتحان في شروط ما نفذتهاش. ازاي الاتحاد الأفريقي يسمح لك وانت ما نفذتش الشروط، ما جاوبتش في الامتحان، هتنجح ازاي؟ وبعدين قبل ما تتكلم على الاتحاد الافريقي وقبل ما تتكلم عن كده، افتكر انك خنت بلدك، خنت السودان. نائب رئيس نادي الهلال بقول له انت خائن لبلدك. انتوا اللي اصدرتوا قرار بمنع نادي المريخ من انه يلعب ماتشاته في ملعب الهلال، واجبرتوا المريخ السوداني انه يلعب في ليبيا. المريخ السوداني شقيقكم في العاصمة الخرطوم، انتوا اللي كرشتوه بره الخرطوم ورفضتوا يلعب في ملعبه عشان احداث حصلت في ماتشكو المحلي. وهو المريخ هيلعب في ليبيا مع بطل تونس ومع بطل الجزائر ومع الزمالك يوم الجمعة. جاي تنطق دلوقتي؟ روح افتكر وشوف خيانتك لبلدك الاول قبل ما تنطق. النهارده ان شاء الله السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد التدريب اللي هيقوده الفريق في ملعب مدينة نصر، ملعب الاهلي في مدينة نصر، هيحدد القائمة اللي هتسافر معاه ان شاء الله عصر غد الى الخرطوم لمواجهة الهلال يوم السبت باذن الله. البعثة هيقودها العمري فاروق نائب رئيس النادي. متأكدين طبعا من غياب خالد عبد الفتاح للإيقاف، والتونسي محمد كريستو للانضمام لمنتخب تونس للشباب لأمم أفريقيا. يبقى موقف عمرو السولية النهارده هيحدده الدكتور أحمد أبو عبلة، ولن يسمح أبدا لعمرو السولية بالسفر أو باللعب إلا لو كان في أحسن حالة صحية. ده موقف النادي الأهلي دائما، لا يسمح باشتراك لاعب إلا وهو سليم 100%. إنما من فضل الله عندنا وفرة في اللاعبين، ما عدناش بنشكي لما لاعب يغيب. ماتش الأهلي والزمالك في الدوري غاب 8 وكسبنا 3-0، ما شاء الله، الحمد لله. امبارح الكابتن محمود الخطيب استقبل وفد شركة أديداس، أكبر شركة للملابس الرياضية في العالم، ويتناقش معاهم على الفائدة المالية اللي هتعود على النادي الأهلي من تعزيز العلاقة مع الشركة الألمانية أديداس. إن شاء الله إن شاء الله يكون في خير جاي جديد للنادي الأهلي، وإحنا زي ما كلكم عارفين محتاجين للدولار قوي قوي قوي. إمام عاشور لاعب الزمالك السابق المنضم لنادي ميدجلين الدنماركي قدموه امبارح في مؤتمر صحفي. عايز أقول للأهلاوية اوعوا تصدقوا
الاخبار اللي عماله تنتشر والشائعات الفاسده اللي بتطلع ان النادي الاهلي بيتفاوض عشان يضم امام عاشور، او ان النادي الاهلي بيجري ورا امام عاشور، او ان النادي الاهلي هيفكر في يوم من الايام انه يجيبه. امام عاشور لاعب كويس ما فيش شك، لكن الاهلي لا يريده. غير طبعا كلكم عارفين ان امام عاشور اصبح دلوقتي لاعب في فريق اجنبي، يعني لو النادي الاهلي حب ياخده لازم يدفع بالدولار، واحنا عندنا مشكله غير طبيعيه في الدولار في الوقت الحالي. امبارح كملنا الخماسيه، 5 انتصارات متتاليه للاهلي على الزمالك في الكره الطائره، منها 4-3-0. مرة في صالة الزمالك، ومرة في صالة المقاولين، ومرة في صالة استاد القاهرة، ومرة في صالة الإسماعيلية. ناقص نلعب فين؟ هضربك تاني فين؟ وشك خلاص كله جروح. 5 انتصارات متتالية ما بين الدوري وما بين كاس السوبر. عملوا كل حاجة عشان يكسبوا طايرة الزمالك على الأهلي. جابوا ياسر قمر رئيس اتحاد وهناء حمزة نائب رئيس، و2 أفسد من بعض ضد الأهلي، فشلوا. أيدوا التركي أوجباي قبل ماتش الأهلي والزمالك في نهائي السوبر بساعات، فشلوا. غيروا النظام والقانون بتاع البطولة بحيث ان كل انتصارات الأهلي على الزمالك تروح بلا أي فائدة لو الزمالك كسب الفاينل، خسروا. خلوا أحمد مرتضى منصور معاه ميزانية مفتوحة من وزارة النقل ووزارات أخرى عشان لعيبة الزمالك في الألعاب، خسروا. مفيش غير انكم تجيبوا ابراهيم نور الدين يحكم ماتشات الطايره، هو ده الحل، وساعتها هتكسبوا. الحل الوحيد ان الزمالك يكسب في الكره الطايره انه يجيب ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين امبارح ببجاحه ووقاحه نشر على صفحته سخريه من زميله السابق جهاد جريشه. حط صوره اللاعب بيلعب الكره بايده وقال لك انت فين يا شيخ حسني؟ بيتريق على ان جهاد جريشه في مباراه للزمالك والمقصه ما شافش مدافع المقصه احمد سامي وهو بيلعب الكوره بايده، مع ان هذا اللي اسمه ابراهيم نور الدين اكيد شاف بعينه محمود عثمان الحكم المصري وهو بيحسب جول للاتحاد سنه 78 طارق الجلاد لعب الكوره بايده في مرمى الاهلي، بس ما شافهاش زي ما جهاد جريشه ما شافهاش. انت بني ادم وانا بني ادم، في حاجات ما بتشوفهاش بتحصل قدام عينيك بس ما بتشوفهاش. زي ما علي بن ناصر التونسي ما حسبش الجول اللي جابه مارادونا بايده في مرمى الارجنتين، في مرمى انجلترا في كاس العالم 1986، ما شافهاش. انما المصيبه لما تبقى فاجر زي ابراهيم نور الدين وتحسب حاجه ما حصلتش. لما لاعب يلعب الكرة بدماغه تحسب بينالتي للزمالك عشان لعبها بايده، ما لعبهاش بايده، لعبها بدماغه. لما تبقى فاجر تشوف حاجة ما حدش شافها من 7 مليار نسمة. 7 مليار نسمة ما شافوش لاعب سموحة بيلعب بايده الا ابراهيم نور الدين، لان الفجور ليه انواع. انما عايز اقول حاجة، اللي كتبه ابراهيم نور الدين بيسخر من حكم سابق ده يتشطب فيه تاني، يعني ابراهيم نور الدين ده يتشطب 7-8 مرات. انما الناس الوحيده اللي عملته صح هي الفيصلي الاردني لما عطوله بالشلاليط وبالقفا. عموما القنوات العربيه الرياضيه بقت كلها عامله الكره المصريه مسخره والتحكيم المصري مسخره. لما كل القنوات العربيه عماله تجيب اللعبتين بتوع سموحه وبتوع الزمالك وتقول بصوا الحكام في مصر، بصوا الدوري في مصر، بصوا الانحراف في مصر، خلتونا مسخرة عشان واحد اسمه إبراهيم نور الدين. إبراهيم نور الدين معاه رخصة حكم فاجر، رخصة واخدها بقاله كذا سنة من وزارة النقل، تلاقيه بيركب بيها المواصلات مجانا عادي جدا جدا جدا. عايز أقول بسرعة للأهلوية اللي تطاولوا على محمد شريف بعد الفرصة اللي ضيعها في مباراة فلامينجو البرازيلي في كاس العالم، واللي تطاولوا على الاهلي بعد خسارته امام بايرن ميونخ 2-0 في كاس انديه العالم 2021 لان هجوم الاهلي ما وصلش لمرمى بايرن ميونخ كتير. عايز اقول لهم امبارح باريس سان جيرمان في عقر داره في ملعبه في باريس وامام بايرن ميونخ
65 دقيقة ما وصلش المرمى باريس بايرن ميونخ. بايرن ميونخ هو بيلعب في باريس مع باريس سان جيرمان اللي فيه ميسي وفيه نيمار وفيه راموس وفيه ماركينيوس وفيه ما وصلش المرمى بايرن ميونخ ولا مرة في 65 دقيقة قدام جمهور. عايز اقول اللي هاجموا محمد شريف وعايزينه يبطل، اتفرجوا على الفرصة اللي ضيعها ميسي امبارح. اتفرجوا على الفرصة اللي ضيعها ميسي. ياه، ميسي احسن لاعب في العالم واغلى لاعب في العالم، وبايرن ميونخ كسب باريس سان جيرمان في باريس 1-0 جول كومان في ذهاب دور ال16 للتشامبيونز ليج الاوروبي. الحقيقة الحاجات دي بتكشف لكل الناس فين النادي الاهلي وفين الاندية الاخرى اللي بتتطاول بس على النادي الاهلي. عايز اكرر اللي قلت لكم امبارح وافكركم تاني عشان تعملوا رأي عام وتساعدونا. اوعى يا مجلس إدارة النادي الأهلي، اوعى يا إعلام الأهلي تسكتوا وتوافقوا على تعيين البرتغالي ديوراتي جوميز رئيسا للجنة الحكام. هذا الشخص برتغالي، هذا الشخص متلاعب، هذا الشخص تبع شركة عيال مرتضى منصور، هذا الشخص تبع فريرة، هذا الشخص تبع الزمالك. ديوراتي جوميز ملوش اي تاريخ في التحكيم، لا لعب كاس عالم ولا لعب اوروبا ولا لعب تشامبيونز ليج ولا لعب دوره اولمبيه ولا ليه اي قيمه كحكم. ديوراتي جوميز اللي عايزين يجيبوه ما خدش اي شهاده تحكيم على الاطلاق من الفيفا، ما اشتغلش محاضر في بيتهم مش في اي اتحاد. كل شغله في التحكيم بعد ما اعتزل انه بيطلع على الشاشه كده يقعد يحلل ويحلل تحكيم زي ما بيعمل سمير عثمان وزي ما بيعمل الناس بتوعنا في مصر. بس لا شهادات خد ولا ماضي عنده. لو جبتوه يبقى ده عبارة عن إبراهيم نور الدين جديد يمسك لجنة الحكام. بنبه تاني وتالت ورابع يا جماعة، أرجوكم اقفوا بصلابة وارفضوا اللي اسمه جوميز ده رئيس جديد للجنة الحكام. ده تلاعب وفساد لصالح الزمالك. وطاب